السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد، وأهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية بنبدأ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الصلاة والسلام، وسلم تسليما إلى يوم الدين. طبعا كان المفروض ان احنا نكمل عن الاضافات او نكمل معلومات عن الاضافات اللي هي بعد الاملاح المعدنية والفيتامينات، ولكن النهاردة طبعا عاوزين نرجع تاني نتكلم عن مشروعك الذهبي لتربية العجول الرضيعة. النهاردة ان شاء الله هدي فكرة سريعة بالنسبة للبفر، والبفر ده طبعا عبارة عن كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم والطحالب البحرية والمغنيسيوم، وده طبعا عشان خاطر نعدل البي اتش. هنتكلم بعد كده ان شاء الله في الفيديو القادم على الفوائد بتاعة البفر وايه اهميته الهامة جدا للحيوانات، عشان خاطر الناس كلها تكسب المعلومات وتعرف ليه الاضافات ديت معمولة وعشان ايه. وخاصة هنتكلم كمان البفر بيخص المناطق اللي هي فيها الاعتماد على الآبار الجوفية في شرب العجول، وطبعا دي لها مشاكل خطيرة. حتى ان بعض الناس اللي مركبين فلاتر برضو ما بيوصلوش للمستوى اللي هو بتاع تنزيل البي اتش بالنسبة للحيوان. النهاردة ان شاء الله عاوزين نتكلم على المشروع بتاعنا الذهبي اللي هو تربية العجول الرضيعة على اللبن الصناعي، او تحميلها على الابقار الهولشتاين الحلابة. خلينا نكون متفقين مع بعض، ما فيش طبعا حاجة كلها كده أحلام وردية أو إن المشروع بيبقى تمام بنقول 100% والكلام ده كله. لازم نعرف إن احنا عندنا نسبة نافق في العجول الرضيعة لأسباب كتيرة طبعا هنقولها ونحكيها إن شاء الله في فيديوهات قادمة. إن عندنا نسبة نافق حوالي من 3% ل10% بالنسبة للعجول. كانت الأول زمان قبل ما يطلع العلاجات أو الحاجات بتاعت الفازات 30%، النهاردة وصلنا من 3 ل 10%، ودي نتيجة كويسة إذا لم تتبع التعليمات اللي هي إحنا بنقولها دايما في عملية تربية العجول الرضيعة. طبعا إحنا الأول هنتكلم عن إزاي أبتدي مشروع العجول الرضيعة. في البداية طبعا اتكلمنا قبل كده وبنكرر تاني، تجهيز المكان. لازم يكون عند المكان جيد التهوية وبتخش الشمس أو صحي. النهاردة الشمس حتى الضوء بتاع الشمس طبعا يخش المكان بأي شكل من الأشكال. بنطهر المكان بفورمالين 10، وبنحط جير مطفي في الأرضية بسمكة 2 سنتي، ونحط قش رص نضيف لو أنا هخلي العجول سايبة كلها في مكان واحد. أما في عملية البوكسات، كل بوكسة طبعا على حدة بنفرش فيها برضو تحت الأرضية 2 سنتي جير مطفي، ونحط برضو فرشة القش اللي هي الرز. ودايما نراعي ان المكان كل ما يتبلل نغير الفرشة نطلعها في الشمس او نطلعها كسماد ونحط فرشة جديدة. وطبعا ده كلته بيبقى في صالح الحيوان، بيخلي الصحة جيدة عشان خاطر ما بيحصلش اي نوع من التلوث. لو هنرد على الابقار، طبعا الابقار اللي هي العادية هنجيب العجول على حسب كمية الحليب بتاعة البقرة. طبعا الهولشتاين معروفة الإنتاج بالنسبة للمواسم اللي هي العجلات البقار. الموسم الأول بتجيب من 28 ل 30 كيلو حسب ربنا سبحانه وتعالى ما يوسع رزق أرزاق الجميع إن شاء الله. يعني معناها إن هي بتحلب لي في الطرف الواحد 10 كيلو. إحنا عندنا العجول طبعا بنديها كيلو ونص بالنسبة للبن الصناعي، و2 كيلو بالنسبة للبن الطبيعي. فالبقرة المفروض ان هي هترضع لي 5 عجول، يعني 4 عجول غير ابنها، في حين ان احنا بنقول ان هي بتاخد 2 كيلو. 2 كيلو في 5 عجول ب10 كيلو، وده طبعا اللي هو حليب البقرة في الوجبة، لان البقرة في الهولشتاين بيحلب 3 مرات كل 8 ساعات حلبة. فطبعا احنا بنرضعهم وجبة الصباح ووجبة المساء اللي هي 10 كيلو و10 كيلو. في وسط النهار اللي هي الحلبة اللي هي في الوسط بعد 8 ساعات من الأولى بتاعة الصباح، بنتصرف فيها بنبيعها للبان او بنتعاقد مع شركة ألبان لو عندك كمية أبقار كبيرة. لو ما فيش بتبيعها للبان، وطبعا دي طبعا بتجيب لك سعر مجزي زيادة على ان هي بترضع العجول بتاعتها. طبعا عشان ارضع الأبقار اللي هي الرضاعة الطبيعية لازم اغسل الضرع واربط الديل بتاع البقرة على احد الرجلين عشان ما يعملش اي تلوث، وبجفف باي شاشة باي فوطة معقمة عشان خاطر العجول ما تاخدش تلوث. وبراعي تقسيم اللبن على ال5 عجول.
وطبعا بيبقى طبعا معروف النسبة ان كل بز او كل طرف مثلا البز بيجيب كام كيلو، برع هذا الموضوع. اما بالنسبة للبن الصناعي، طبعا احنا عندنا اللبن الصناعي الفرنساوي عالي الجودة، بروتين 23%. الكيلو بيتحل على 8 لتر مية، يعني كيلو بودرة زائد 8 لتر مية، لو جينا وزناهم تاني يدينا 9 لتر. بنجيب الكيلو البودر وبنجيب ال 8 لتر مية، بنقسم المية نصين، وناخد ال 4 لتر المية اللي هو نص ال 8 لتر، بنحطه في إناء سل ستيل على النار لدرجة الغليان، وبعدين بنضيف الكيلو البودرة وبمضرب بيض اللي هو مضرب السلك بتاع البيض يكون سل ستيل، ندوب الكيلو البودرة في الأربعة لتر مية عند درجة الغليان لغاية ما يتجانس مع بعض، وبعدين ننزله من على النار، نضيف عليه الأربعة لتر المية اللي هم الباقيين. طبعا هنا عندنا لسه الحرارة بتاعت اللبن مرتفعة، بسيبه تماما لغاية ما يوصل لدرجة حرارة 39، وابتدي أعبي بمعيار يكون مظبوط اللي هو الكيلو ونص، وأوزع على الجرادل بتاعت العجول. طبعا الجرادل دي طبعا هنراعي فيها بعد كل رضعة عملية الغسيل بالصابون السائل اللي هو عالي الرغوة والتعقيم، عشان ما يحصلش عندي أي تلوث بسبب إن اللبن ناقل جيد جدا للبكتيريا والفيروسات. طبعا احنا بنرضع الكيلو ونص العجل ده مش كفايته، لكن ان احنا بنحاول ان احنا نضيف علف من اول اسبوع اللي هو بادئ نامي تسمين عجول رضيعه، عشان خاطر العجل يتعود على الاعلاف المركزه اللي هيكمل بها بقيه حياته ودوره التسمين لغايه عمليه الذبح ان شاء الله. بنحطها قدام منه، بنحط له ميه عشان خاطر طبعا هي اللي عمليه اللحس. العلف دي طبعا بيبقى في ريحتها ريحه اللبن، فالعجل طبعا جعان بيدور عليها، فاكيد بالطبيعي هيشوفها وهيقبل عليها واحده واحده، وهيبتدي يتعامل معاها ويسحب منها جيدا. ورق ما اتعامل مع الاعلاف وكل من العلف وشرب ميه، اصبح العجل النهارده في نمو سريع مضاعف، وصحته بتبقى جيده ان شاء الله. بنراعي عملية الإسهالات. الإسهالات طبعا دي مشكلة خطيرة بالنسبة للعجول. طبعا لو كان العجل من أمهات محصنة الإسهال برضو ما بيأثرش عليه جامد، إن كان من أمهات غير محصنة طبعا وبالتالي أكيد بيأثر عليه لو إن الإنسان تغافل عن المدة اللي هو بيجيله فيها الإسهال. بنتعامل مع الإسهالات طبعا بمربوسيل ومرجال، دول أهم عنصرين طبعا بالحقن العضلي، لازم نتعامل معاه من أول يوم. وبعدين بنجيب شراب من الصيدلية البشرية، نازوكسيل وفلاجيل، دول أهم حاجة من أول العجل بيجيله عملية الإسهال، بنديهم له إن شاء الله بيجيب نتائج جيدة جدا وبيمنع الإسهال على طول. بنكون مستمرين معاه حسب الجرعات وحسب كل مادة بتتاخد كام يوم عشان خاطر ما يحصلش عنده مضاعفات للعجل. وبعدين بنمنع في الحالة ديت الرضاعة تماما، وبنديله محلول معالجة جفاف بدل من اللبن، والعملية طبعا ما تضروش نهائي، بل العجل كمان بيتحسن إن شاء الله. بنديله محلول معالجة جفاف لمدة يوم ونرجع تاني نديله اللبن بس بكميات قليلة إن شاء الله. النهاردة عندنا المشروع بتاعنا، لو قلنا إن أنا عندي عجل رضيع زائد شكارة لبن، بيبقى مثلا عاملين 23,000 أو 23,500، إذا زائد إلى جانب نضيف عليهم جردل الرضاعة اللي هو ب 750 جنيه، يعني نقول إن إحنا عندنا التكلفة الكلية عشان أبدأ المشروع بتاع العجول الرضيعة ب 24,500 جنيه مع النقل مع كله. النهاردة لما يكون عندي التكلفة 24,500، بطلع العجل ده عند شكارة العلف. طبعا شكارة اللبن ديت 25 كيلو بتكفي العجل 75 يوم، زي ما احنا قلنا ان الكيلو اللبن بيتحلى على 8 لتر ميه بيدينا ناتج 9 كيلو. لو قلنا 9 في 25 بيدينا 225 لتر، لو قسمنا ال 225 لتر على 75 يوم بيدينا 3 لتر في اليوم، وده طبعا اللي هو بيحتاجه من العجل صباحا ومساء. يعني تكلفة اقتصادية قليلة جدا بالنسبة لرضاعة عجل في 75 يوم. بيكون العجل عندي هنا طالع على عمر 90 يوم اللي هو عمر الفطام، وببتدي ان انا ادخله على العلف المركز. بيكون الوزن من 90 ل 100 كيلو. الكيلو بيتباع في الوقت الحالي النهارده ان شاء الله، وفي ظل السوق اللي هو متدهور برضه ب 310، يعني العجل يعمل زي حوالي 31,000 جنيه. طبعا لو قلنا ان التكلفة كلها الإجمالية، العجل كلفني في الفترة اللي هي ال90 يوم غير شكارة اللبن كلفني كمان 2000 جنيه، يبقى 26,000 جنيه. والعجل انباع
ب31,000 جنيه، يبقى في عائد إن شاء الله 5000 جنيه. طبعا لو جينا حسبنا العائد ال5000 جنيه بالنسبة لرأس المال في 75 يوم، عائد ممتاز جدا وأحسن استثمار. يعني أحسن ما أوضع الفلوس في البنك، وأحسن ما أوضعها في أي شق تاني. النهارده دي أكسب بكتير. لو برضه قلنا إن إحنا عاوزين نتكلم على العجلات الرضيعة، الناس اللي هي عاوزة تربي عجلات هولشتاين. معانا العجلات الرضيعة الهولشتاين برضه من عمر يوم لغاية بعد الفطام، وينطبق عليها نفس اللي هو الحاجات بتاعة العجول الذكور. انت معاك النهارده فلوس تشتري بقر عشار، ابدأ، ما تستناش، لان طبعا ان شاء الله البقرة اللي هي الهولشتاين هي نفس الاكل بتاع البقرة العادية، ازيد سنة، لان البقرة الهولشتاين بيبقى كرشه كبير، عشان نكون متفقين مع بعض. يعني بيتعمل لها دراسة جدوى ان هي بتاكل ب 160 جنيه في اليوم. لو افترضنا ان هي بتجيب 30 كيلو لبن، ان شاء الله في اللي هو اللبن اللي بيع العادي للبان بحوالي 17 جنيه او 18 جنيه، يعني العائد بتاع 550 الف جنيه، 550 جنيه في اليوم. بنطلع منهم 150 اكل للبقرة، ويتفضل معانا 400 جنيه. لو ضربنا ال 400 جنيه في 30 يوم بيدينا 12000 جنيه. 12000 جنيه في 7 شهور، اللي هم مدة الحليب بتاع البقرة لغاية ما ننشف، بننشف قبل الولادة بشهرين، بيدينا 84,000 جنيه. وطبعا إلى جانب المولود اللي هو كان عجل، العجل طبعا بيطلع بعد الفترة ديت، بيبقى عمره 7 شهور، بيعمل مبلغ كويس. يعني إن شاء الله بنقول إن البقرة في الموسم الأول بتجيب 90% من تمنها، وفي الموسم الثاني بتجيب تمنها وزيادة عليه المكسب اللي هو الأولاني، اللي هو 90% من تمن البقرة. طيب احنا النهاردة مش عاوز بقر عشار، بجيب عجلات رضيعة مثلا عمر 15 يوم، وباخد لها شكارة اللبن، بربيها برضو نفس العملية، لكن العجلة بتبقى طبعا ضعف ثمن الذكر، دي حاجة معروفة. لو كانت المولودة اللي انت جبتها للبقرة العشار نتاية، بيبقى طبعا رزق رزقين الحمد لله، وبتربيها طبعا بتبقى عندك عجلة تانية إن شاء الله بعد سنة و3 شهور بتكون جاهزة للعشار، بتتعشر إن شاء الله، وربنا بيسهل الحال والقطيع بتاعك بيزيد. عاوزين نلفت نظر الناس إن عشان يكون المشروع بتاعي ناجح، لو أنا هاخد عدد من العجلات الرضيعة نفترض، عشان خاطر مثلا بدل ما احط المبلغ بتاع البقرة اللي هي العشار الجاهزة للولادة، ولا نفترض مثلا ب125,000 أو 135,000، هيشتري بيهم عجلات صغيرة من حوالي 3 إلى 4 عجلات. لازم يراعي إن هو يكون عنده ذكر، عشان فيما بعد يستخدمه كطلوعة، عشان طبعا التوقيت والأيام والوقت طبعا بيفرق. البقر الهولشتاين بيشيع في حالة الشياع أو الصلوفة بعد 40 يوم من الولادة. لو أنا